التريدميل مع خشونة الركبة مفيد ولا ممكن يزود الوجع؟ ناس كتير تقولك طب أنا همشي على المشاية أو التريدميل في البيت، حلو، بس خلي بالك المشكلة في المشاية إنها ممكن تكون ضيقة أو رديئة أو سرعتها مش مناسبة أو بتجبرك تمسك في المساند بتاعتها وتميل لقدام فتخليك تمشي بطريقة مش طبيعية. ساعتها المشاية مش علاج. في الأحوال دي المشاية هتزود الحمل على الركبة. فلو هتستخدم مشاية لازم تبقى جودتها كويسة، ولازم تخلي السرعة مريحة. انت لازم تبقى المتحكم في السرعة، مش السير هو اللي سايقك. ولو احنا بنتكلم عن ركبة موجوعة يبقى ابدأ خفيف وزود تدريجي. وحتى ساعتها انا هقول لك في بدائل تانية ممكن تبقى اريح للركبة. زي ايه؟ العجلة الثابتة بمقاومة خفيفة، وزي المشي في المية او السباحة لو متاحين، وحتى الاليبتيكال، بس برضه مش قاعدة عامية. لو الوجع زاد نرجع للقاعدة الأهم: ابدأ خفيف وزود تدريجي.